النهاردة بقى هنعمل معاكم كبدة اسكندراني او كبدة بالتتبيلة الجميلة دي، ما شاء الله، جميلة جميلة جميلة. شفتوا بقى جمالها ولا ريحتها؟ بقى الريحة بتاعتها تجنن. شفتوا؟ جربوها بقى من ايديا النهاردة، هتعملوها كل يوم. سلام بقى في السندوتشات، جميلة. سندوتشات فينو للاولاد وهم رايحين المدرسة او الجامعة او الشغل، جميلة. احنا هنبدأ اهو ونحضر الاول بقى هنجيب الفلفل الحراق، الفلفل الالوان، الفلفل الاخضر، وبعدين والثوم، 3 فصوص توم كده نقطعهم، والفلفل معاهم، الفلفل معاهم الحاجات الخضرة كلها، وبعدين طبعا البصلة، ما ننساش البصلة. تتبيلة جديدة وجميلة وخفيفة جدا على المعدة. طبعا تعملي جنبها عيش، يعني عيش محمص تحمصيه، تعملي جنبها مكرونة، تعملي جنبها اللي يريحكم. طبعا الفلفل الحلو ده بيديها طعم جميل جدا. ما شاء الله، حاجة تحفة يعني. طبعا حسب الكمية اللي انتوا عاملينها، يعني لو انتوا عاملين نص كيلو غير ما تكونوا عاملين كيلو، غير ما تكونوا عاملين كل حاجة يعني كده حسب احساسك، يعني حسب تقديرك. والله اكلة خفيفة ومغذية وجميلة، ومش هتاخد منك وقت، 5 دقايق او اقل. خلصنا الفلفل اهو، وادي البصلة. طبعا البصلة هنقطعها، يعني هي بصلة واحدة صغننة الحاجة، يعني لو نص كيلو، لو كيلو، بصلتين 3، حسب انت ما بتعملي يعني، مش هتفرق. طبعا بتقطعها طرنشات زي ما انت شايفة كده. تاخدي بقى كل الحاجات دي كلها مع بعضها كده، وتروحي على الطاسة بتحطي فيها مثلا معلقتين زيت، وتروحي حاطة فيها كل الحاجات دي مع بعض، تشوحيها. تاخد بقى تشويحة كده وصدمة. ترشي عليها رشة ملح كده ابيض عشان تكرمل معاكي. رشة ملح ابيض. طبعا انت بتقلبيها بقى، وطبعا بتتابعيها يعني، مش بتسيبيها كده. عندما تحسي ان هي دبلت كده، وايوه زي كده كرملت، بتجيبي بقى بتروحي جايباها كلها في جنب، وتروحي جايه ايه رصه الكبده ايه حول جنبها. لازم طبعا بتفضلي تقلبي فيها كده كل شويه، لحد ما تتاكدي ان كل حاجه دبلت وبقت مظبوطه. طبعا انا مسرعه الفيديو، خلينا ايه عشان كان اصلا يعني ايه وقته ما يبقاش طويل قوي والناس تزهق يعني. فانت بتروحي جايباها على جنب اهو، الخلطه بتاعتك كلها بتجيبها على جنب، وتحطي بقى ترصي الكبده جنبها كده شويه شويه، عشان ايه تتصدم وما تنزلش ميه يعني. طبعا بقى ايه بنسيبها شويه كده لعند ما تاخد صدمه، وبعدين بعد كده بنروح جايين عاملينهم كلهم مع بعض.
طبعا بقى بننزل عليهم بالفلفل الاسود والكمون والكزبره الناشفه والبهارات اللي انت تحبي تحطيها يعني، بحيث ان هي ايه ما يكونش فيها اي ريحه خالص. وفي الاخر عصره ليمونه اهو زي ما احنا شايفين كده. طبعا يعني بعد ما تاخد صدمه وخلاص هما كله يتمزج مع بعضه، اوطي شويه يعني ما خلوش عالي. ليه بقى؟ عشان ما تنشفش مني. اهو شويه شطه مع البهارات. دلوقتي بحط البهارات اهي، خد الشطه اهي. فبقعد اقلب بقى شويه كده بالطاسه لحد ما يتمزجوا مع بعض هما الاتنين، كله مع بعضه كده، الفلفل مع الكبده مع البهارات مع كل حاجه، والطعم بقى يبقى. بهدي عليها بقى شويه كده واسيبها 3 دقايق. طبعا انا بجهز بقى الحاجه عشان ايه نغرفها فيها او نقدمها فيها يعني. اهي خلاص اهي، دي بقى اخر حاجه اهي. هي 3 دقايق بالظبط، ما خدتش اكتر من كده. اهو ده الطبق النهائي اهو. ما شاء الله كبده جميله. يلا سلام عليكم.